دي الصينية بعد ما استوت، مش عايزة اقول لكم وهي بتستوي احنا صايمين الريحة طلعلنا بره ما شاء الله تحفة بالتوابل اللي فيها، وكان فيها شوية صوص صغيرين صفتهم، يعني هو مش بيحب ياكل حاجة فيها مية تحت او صوص، بس ريحتها وطعمها خرافي. ما فيهاش حطيناش دهون غير نقطتين الزيت اللي في التوابل، معلقتين ومعلقة عليهم، واللهم صل على النبي احسن. واللون اللي مدي الحمار ده البابريكا مع التوابل كده طعمها زي الفل. كل سنة وانتم طيبين وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ودي الوصفة بالهنا والشفا للي هياكل، بالهنا والشفا للي هيجربها، تحفة وجميلة. واشوفكم في وصفة تانية ان شاء الله. دي الصينية بعد ما استوت، مش عايزة اقول لكم وهي بتستوي احنا صايمين الريحة طلعلنا بره ما شاء الله تحفة بالتوابل اللي فيها، وكان فيها شوية صوص صغيرين صفتهم، يعني هو مش بيحب ياكل حاجة فيها مية تحت او صوص، بس ريحتها وطعمها خرافي. ما فيهاش حطيناش دهون غير نقطتين الزيت اللي في التوابل، معلقتين ومعلقة عليهم، واللهم صل على النبي احسن. واللون اللي مدي الحمار ده البابريكا مع التوابل كده طعمها زي الفل. كل سنة وانتم طيبين وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ودي الوصفة بالهنا والشفا للي هياكل، بالهنا والشفا للي هيجربها، تحفة وجميلة. واشوفكم في وصفة تانية ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عرفات، وربنا يتقبل منكم جميعا الدعاء، اللهم امين يا رب العالمين. دي صينية بطاطس، دول بطاطسين كبار او 3 صغيرين يا دوبك على قد فرشة الصينية من تحت. ودي بصلاية متقطعة سلايس جوانح، نفكها من بعضيها. هنرش عليها رشة ملح صغيرة ورشة فلفل، احنا محيقين الحاجة والفراخ متحيرة، بس البصل بيحب الايه الملح والفلفل، تضمني ان كل حاجة تحت متحيرة. نقلبهم مع بعض كويس، نفرشهم كده عشان هنحط عليهم الفراخ. عندي الفراخ مغسولة ومخليها في الصفة، صفيتها من المية، وعندي تتبيلة انا عاملاها عبارة عن كوكتيل توابل كده. مش عايزه افرض عليكي حاجه، عايزه اقولك ان التوابل اللي انت بتحبيها اعمليها، ضيفي عليها بس ليمون، واخر حاجه رشتها رشه زعتر على حسب التوابل اللي موجوده عندك. همسك الفراخ ارش على دول برضو رشه زيت كده صغيره، لاني مش هحط دهون تاني. هبدا اتبل الفراخ وارصها، اخلي دايما الحاجه التخينه في النص، في نص الصينيه. عايزه تفتحيها بالسكينه فتحيها، عايزه تخليها زي ما هي خليها، عموما ما بتاخدش وقت في التسويه، وبالتالي هتتركن شويه في التلاجة. تصفيها من الميه عشان تقدر تشرب التتبيله اللي انتي حطاها. اوسع بس الحته اللي باقيه. التتبيله ملح، فلفل اسود، شويه كزبره، شويه زيت، شويه ليمونتين صغيرين كده. الليمون ولع ما شاء الله، حاجه غريبه. الليمون اللي كان ب10 و15 بقى بحاجه و40 و50 جنيه. وحتى شويه بابريكا هما اللي مدينها اللون الاحمر ده. وهنغطيها وهنسيبها في التلاجة شويه، وبعدين نسويها ان شاء الله عشان لسه بدري قوي على الفطار. نوريها لكم ان شاء الله لما تخلص، او اذا نسيت بقى وصيام الواحد مسطر شويه
هي دي وهتستوي. بسوي دايما على عين البوتاجاز، وبعد كده بكمل على الشبكة الشواية، بديها وش عشان تنشف ميبقاش فيها سوائل ولا حاجة. وبكده تبقى انتهت وصفتنا، واشوفكم ان شاء الله في وصفة تانية. اتمنى ليكم ان ربنا يتقبل منكم الدعاء، وان ربنا يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ولامواتنا والوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.